لو بتتعلم ألماني والأرقام عاملة لك مشكلة فالفيديو ده معمول ليك. بص يا صديقي، باختصار كده الأرقام في الألماني لو قرأت وعرفت تقرأ من أول النول لحد 12، من أول 0 لحد 12، هتقدر تنطق أي رقم في الألماني. تركب بقى رقم مليون، رقم 2 مليون، 2000، 5000، بس إنك تقدر تحفظ أو تقدر تنطق من نول اللي هو الصفر لحد 12. فإحنا مع بعض واحدة واحدة كده هنقدر نحفظهم ونفهمهم كويس، ونقدر نعد أرقام كبيرة وأرقام كتيرة. بس ركز معايا. أول رقم معانا هو النول، يعني صفر. نول، نول، صفر. رقم واحد اللي هو اينس، اينس يعني واحد. رقم اتنين تسواي، تسواي يعني اتنين. رقم تلاتة دغاي، دغاي يعني تلاتة. رقم أربعة فيا، فيا يعني أربعة. رقم خمسة، الرقم ده لازم تركز عليه شوية، فنف، فنف عشان الأو أملاوت يعني خمسة. رقم ستة زيكس، زيكس لازما تتك على الاس اللي في الأول تقولها زيكس. رقم سبعة زيبن، زيبن يعني سبعة، تك برضه على الاس اللي في الأول. رقم 8 أخت، أخت يعني 8. رقم 9 نوين، نوين يعني 9. رقم 10 10، 10 يعني 10. لو لاحظت هتلاقي زي 10 في الانجليش بالظبط، 10 يعني 10. رقم 11 1000، 1000 هتلاقيها برضه مقربة من 11 في اللغة الإنجليزية. رقم 12 12، 12 يعني 12. فزي ما قلت لك ركز، أهم حاجة إنك تقدر تنطق وتحفظ من أول النول لحد 12. بعد كده باقي الأرقام هتلاقيها مركبة أصلا من ضمن الأرقام دي. رقم 13 معانا دغايتسين، دغايتسين يعني 13. 14 فيرتسين، فيرتسين يعني 14. 15 فونفتسين، فونفتسين يعني 15. 16 زيكتسين، زيكستسين يعني 16. 17 زيبتسين، زيبتسين يعني 17. 18 أختسين، أختسين يعني 18. 19 ناينتسين، ناينتسين يعني 19. 20 20، 20 يعني 20. لو لاحظت من أول 13 لحد 20 بنحط نفس الرقم بس بنزود اتسين في الآخر. ركز معايا بقى في الحتة اللي جاية عشان العد في الألماني زيه زي العربي بالظبط، عشان كده سهل جدا. لما نقول 21 في الانجليش بنعكس، يعني ما بنقولش مثلا 21، لا بنعكس، بنخلي ال20 الأول 20 واحد، صح؟ لا في الألماني بيبقى زيه زي العربي 21 22 23 21 22 23 وهكذا لحد ال30 لغاية 6. نفس الكلام في ال30 31 لغاية 6. بس لما نيجي نقول الاينس في العد اللي هو يعني 21 22 بنقولش اينس، اين، اين und لغاية 6. حط الرقم und الرقم التاني ein und 30، 2 und 30 وهكذا، عشان تقدر تحفظ برضو الأرقام الكبيرة. عندك 20 لغاية 6، 40 50 60 70 80. شفت هتلاقيهم كلهم نفسين بنفس، يعني ماشيين بنفس الريتم. بعد كده نيجي الرقم 100. 100 معناه في الألماني 100، 100، 100، 200، 100 أو 200. بعد كده الألف 1000، 1000، 1000. بعد ما خلصنا الارقام واظن فهمتها كده بطريقه كويسه، ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الارقام الاكبر بكتير زي المليون وال100,000 ال200,000. هناخد دلوقتي مع بعض ايام الاسبوع بالالماني. الاسبوع في الالماني يبدا دايما من يوم الاثنين اللي هو مونتاج،
مونتاج يعني الاتنين. التلات دينستاج، دينستاج يعني التلات. الأربع ميتفوخ، ميتفوخ يعني الأربع. الخميس دونستاج، دونستاج يعني الخميس. الجمعة فرايتاج، فرايتاج يعني الجمعة. السبت زامستاج، زامستاج يعني السبت. الأحد زونتاج، زونتاج يعني الأحد. في الفيديو ده خدنا الأرقام والأيام الأسبوع. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن اسم الأسبوع نفسه، اسم الأشهر، وهناخد أرقام أكبر من كده بكتير. ولو وصلت لحد ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ولو محتاج تفاصيل أكتر ما تنساش تسيب رسالة على الواتساب. وسلام.